الملعب راكم تشوفوا. هذا هو الملعب تاع المنتخب الوطني الجزائري اللي راح يلعب فيه مبارياته الثلاثة. هو يعني المنتخب الوحيد في المجموعة اللي يلعب 3 مباريات في هذا الملعب، يعني حاجة مليحة للمنتخب الوطني. ملعب جميل جدا. للأمانة أنا تفاجأت، لأنه الأشغال انطلقت في أواخر العام، في ديسمبر انطلقت الأشغال. بعد 8 اشهر او اقل من 8 اشهر الملعب تقريبا راه 80%، يعني من الجهوزيه نتاعو شهر سبتمبر يكون جاهز 100%، ويبان بانه ملعب جميل جدا. والاجمل فيه هو انه المدرجات تكون متقاربه، وراني نعطيكم الصوره النهائيه نتاع الملعب كيفاش راح يكون. يعني المدرجات تكون متقاربه للملعب. نروح الان الى الملعب راكم تشوفوا. هذا هو الملعب تاع المنتخب الوطني الجزائري اللي راح يلعب فيه مبارياته الثلاثه. هو يعني المنتخب الوحيد في المجموعة اللي يلعب 3 مباريات في هذا الملعب، يعني حاجة مليحة للمنتخب الوطني. ملعب جميل جدا. للأمانة أنا تفاجأت، لأنه الأشغال انطلقت في أواخر العام، في ديسمبر انطلقت الأشغال. بعد 8 اشهر او اقل من 8 اشهر الملعب تقريبا راه 80%، يعني من الجهوزيه نتاعو شهر سبتمبر يكون جاهز 100%، ويبان بانه ملعب جميل جدا. والاجمل فيه هو انه المدرجات تكون متقاربه، وراني نعطيكم الصوره النهائيه نتاع الملعب كيفاش راح يكون. يعني المدرجات تكون متقاربه للملعب، ما كاش المضمار. ملعب ماهوش كبير كثير، 30 الف متفرج. الجمهور الجزائري اكيد راح يكون حاضر ب 20 الف، وبالتالي راح نشوفوا ملعب يعني بلان بالببليك الجيريان، وبالتالي راح نحسوا روحنا في الجزائر. والاجمل من ذلك هو انه الملعب مغطي، يعني الملعب لما يكون مغطي الصدى تاع الجمهور والاثاره تاع الجمهور والحماسه تاع الجمهور راح تنعكس على اللاعبين، خاصه اننا نلعبوا مع 3 منتخبات افريقيه، منتخب السوداني منتخب عربي، لكن بعيد عن المغرب، والجمهور تاعو اكيد ما راحش يكون حاضر بالملعب، وبالتالي راح نلعبوا 3 مباريات وكاننا بالجزائر. يعني هذا شيء جميل جدا. نوصلوا الان الى التوقيت، واللي البعض شفتوا ما عجبوش الحال، قال لك كيفاش يلعبون على الوحده. اولا خلونا نتفقوا على انه كاس افريقيا هذه راح تجرى في فصل الشتاء. واش معناتها فصل الشتاء؟ ديسمبر، الجو المناخ نفسه تاع الجزائر ديسمبر الوحده الزوج راه برد، يعني راه جو محتدل. بالعكس انا جو بريفير تلعبني في ديسمبر على الوحده ولا على الزوج، وما تلعبنيش على التسعه. لانه لما تقول لي التسعه معناتها راهي البرد يا جماعه. كيفاش تلعبوا في الشتاء على التسعه؟ لانه المواقيت تاع كاس افريقيا واش هما؟ عندنا ماتش على الوحده، وماتش على 3:30، وماتش على 6:30، ولا لا ماتش على 6، وماتش على 8:30. في الشتاء يكون عندنا نفس التوقيت، في الشتاء يكون عندنا نفس التوقيت مع المغرب، وبالتالي الوقت ما يتبدلش. وبالتالي انا جو بريفير نلعب ماتش على الوحده وما نلعبش ماتش على 8:30 في فصل الشتاء. الان تقول لي وعلاش لعبوا على الوحده داروها لنا بالعاني؟ انا نقول لك بلي ما داروهاش بالعاني. حتى المنتخب المغربي عنده ماتش على الوحده، واصعب ماتش نتاعو على الوحده، بل اقوى المباريات في المجموعات يلعبوا على الوحده. وعلاش؟ السبب على ذلك نقول لكم اننا لازم نشعروا بالفخر. داروا لنا احنا 2 ماتش، وشكون اللي دار لهم 2 ماتش؟ داروا لنا احنا الجزائر ونيجيريا. البلد المنظم داروا له ماتش، وتونس داروا لها ماتش، والمالي داروا لهم ماتش. الجزائر ونيجيريا اللي داروا لهم 2 ماتش. وعلاش لي ماتش تاع الوحده؟ لانه لما تكون عندنا الوحده في الصين والنيبال وكمبوديا واللاوس وهذيك الدول بنغلاديش، تكون عندهم تقريبا 7 8. في اليابان وكوريا تكون عندهم 9. وبالتالي وقت الذروه والوقت المثالي الناس اللي تفرج فيه لي ماتش. تعرفوا بانه كل البطولات الاوروبيه والعالميه حاليا راهم يفيزيو السوق تاع شرق اسيا او جنوب شرق اسيا. وعلاش؟ لانهم راهم مهتمين بكره القدم، وكذلك عندهم شعب كبير. تخيل انت الصين كون يتفرجوا 10% من الصينيين، راك ربحت. لذلك احنا رانا نقولوا بانه التوقيت هذا، حتى مباريات الكلاسيكو راهي تلعب في الظاهره. وعلاش يلعبوها في الظاهره؟ على جال باش يفيزيو المشاهدين من جنوب شرق اسيا. الدوري الانجليزي كاع يلعبوا في الظاهره، لانه الاهميه والطبقه اللي يحوزوا ولا الفئه اللي يستهدفوها هي جنوب شرق اسيا. وبالتالي يشوفوا انه كثير من الفرق الاوروبيه تحضر في الصين، تحضر في اليابان، تحضر في كوريا. وعلاش؟ لانه وحتى تايوان، بوتان، هذو دول لاوس وغيرها، لانهم عندهم شعبيه كبيره ويخلصوا يشتركوا، ما عندهمش مشكل بطبيعه الحال. وبالتالي
المنتخب الوطني راح يلعب على الوحده دو ماتش، لانه الشركه الناقله اللي هي ميديا برو قالت لهم لازم ديروا لنا لي غروند زيكيب على الظاهره. نعطيكم لي ماتش اللي لعبوا في وقت الظهيره. اول مباراه بين نيجيريا وتنزانيا، ماتش دوزيام اللي لعب على الوحده هو الجزائر والسودان، تروازيام ماتش المغرب والمالي، كاتريام ماتش نيجيريا وتونس، وسانكيام ماتش الجزائر وبوركينا فاسو. كاين 5 مباريات في كاس افريقيا تلعب على الواحده زوال، منها مباراتين للمنتخب الجزائري ومباراتين للمنتخب النيجيري، وبالتالي ما عندناش مشكل ابدا مع التوقيت. بالعكس انا نشوفه توقيت مليح. الظهيره الشتاء يكون جو ربيعي ان شاء الله، ان شاء الله برك ما طيحش الشتاء باش اللاعبين يلعبوا مليح. وبالتالي ما عندناش مشكل ابدا اللي تجي يقول لك داروا لنا الوحده ومؤامره. الحمد لله قلنا لكم درك هذه الامور المؤامره المفروض خلاص ريحنا منها، ونشوف ان الظروف ملائمه جدا. والدليل على ان الظروف اكثر من ملائمه، المنتخب الوطني اختار فندق للمنتخب الجزائري، وهذا الفضل يعود الى الاتحاديه الجزائريه اللي راهي تخدم بشكل منتظم جدا. بعد كاس افريقيا اللي فاتت في كوت ديفوار داروا لهم ملعب بين الستاد والوتيل طريق فايته، هذه المره بين الملعب والستاد 5 كيلومتر. 5 كيلومتر يعني بالبيس راهي تقريبا 3 دقائق 3 مينوت 3 دقائق راهم، ولا على الاكثر 5 دقائق راهم في الملعب. يعني ما كاش ضغط تاع لونكومبلومون تاع الطريق تاع الجمهور برا، عادي يخرج من الأوتيل يروح للسطاد تاعو بسهوله جيده. والاكثر من ذلك هو انه المنتخب الوحيد في هذه المجموعه اللي يلعب كل مبارياته في الرباط، في الملعب تاع الرباط، ملعب البريد. اما البقيه يلعبوا مباريات في الرباط ومباريات في الدار البيضاء. والاكثر من كل ذلك لي زوتيل نتاعهم الاقامه نتاعهم جايه في الدار البيضاء. يعني اي منتخب يواجه المنتخب الجزائري لازم يدي بلاصي من الدار البيضاء الى الرباط. المنتخب الجزائري يقعد في الرباط ويلعب في الرباط. واذا احتلينا المركز الاول، وان شاء الله نحتل المركز الاول، مباراه الثمن النهائي نلعبوها في نفس الملعب في الرباط، والوتيل تاعنا يكون قريب الى الملعب. وهذا شيء مليح بطبيعه الحال للمنتخب نتاعنا. وبالتالي نقول الامور التنظيميه راهي على ما يرام. الجمهور الجزائري راح يكون حاضر بقوه، الملعب راح يستوعب الجمهور الجزائري، شكل الملعب قرب المدرجات من الارضيه، الملعب مغطي، هذو كلهم رايحين يصبوا في مصلحه المنتخب الوطني الجزائري ان شاء الله ان شاء الله. والشيء اللي سلبي لكن مش راح يضر المنتخب الوطني هو الكثير من المشجعين الجزائريين هنا في الجزائر يشوفوا المباريات خلف الشاشه. اكيد الوحده تاع النهار يكونوا خدامين بين قوسين كانوا رايحين يزاطيو، وهذه ما فيها شك. لكن هذا الشيء ما راحش يضر اللاعبين تاعنا، لانه اللي يكونوا فما في المغرب يلعبوا على 7 تاع الصباح يكونوا في الملعب، لانه هو اصلا راه ثم باش يتفرج المنتخب الوطني، ما عنده لا خدمه تستنى فيه، لا هم يحزنون، لا ارتباطات ولا هم يحزنون. وبينما الوقت اللي يلعب فيه المنتخب راح يكونوا في الملعب ويشجعوا المنتخب. وبالتالي السلبيه الوحيده ما هيش راح تاثر على المنتخب الوطني، راح تاثر على الجمهور اللي هنا في الجزائر اللي يشوف المباريات خلف الشاشه. والان راهي عندك التليفون لي زابليكاسيون تاع اللي تفرج بهم، حدث ولا حرج. الناس الان راهم في ديارهم يتفرجوا في التليفون في لي زابليكاسيون